الوداع الأخير بين باريس والقاهرة. ليه زوجة هاني شاكر رفضت تسيب جثمانه لحظة واحدة في المطار؟ وإيه اللي حصل في الساعات الأخيرة بفرنسا وخلى القلب اللي وجع أمير الغناء سنين يتوقف للأبد؟ الحكاية مش بس رحيل فنان كلنا عارفينه، دي حكاية سند وقع بعد 44 سنة حب، ووصية قديمة من الابنة الراحلة دينا رجعت توجع القلوب من جديد. كملوا الفيديو ده عشان تعرفوا الكواليس اللي ما شافتهاش الكاميرات، وايه هي الكلمات الأخيرة اللي ودع بيها هاني شريكة عمره قبل ما يسكت الكلام. البداية كانت من مطار شارل ديجول. السيدة نهلة توفيق كانت حاضرة بقوة رغم انكسار اللحظة، أشرفت بنفسها على كل التفاصيل ورفضت تتحرك بعيد عن النعش وهي بتنهي إجراءات نقل الجثمان. مقربون من العائلة كشفوا إن هاني في أيامه الأخيرة بباريس كان حريص على طمأنة زوجته كالعادة، وبحسب ما نقل كانت كلماته الأخيرة ليها بتعبر عن امتنانه لوجودها جنبه طول السنين دي كسند وشريكة عمر. كلمات كانت نهلة بتودع بيها سنين الشراكة وهي شايلة هم المسؤولية الكبيرة اللي جاية بعد غياب أمير الغناء. ومع رحيل هاني شاكر رجع الجميع يفتكر وصية بنته الراحلة دينا سنة 2011 اللي طلبت من والديها الحفاظ على ترابط الأسرة ورعاية ولادها. مشهد جنازة هاني شاكر أعاد للأذهان وجع الأسرة برحيل بنتهم، وكأن الحزن بيتجدد بفقدان العمود الفقري للبيت. نهلة توفيق اللي شالت مسؤولية تنفيذ وصية بنتها مع هاني شاكر لسنوات بتواجه النهاردة أصعب اللحظات وهي بتودع الشريك اللي كان بيقاسمها شيلة تربية الأحفاد، وده اللي ساعد في انهيارها ولفت أنظار الجميع في مسجد أبو شقة. لكن ايه سر استمرار العلاقة دي 44 سنة؟ الحكاية بدأت سنة 1982 بزواج وصفوا البعض بالتقليدي بعد قصة حب سابقة لم تكلل بالنجاح لهاني شاكر. هاني شاف نهلة في فيديو بمناسبة اجتماعية وأعجب برزانتها، ومن يومها نهلة بقت هي الدينامو المختفي خلف الأضواء. فضلت إنها تكون الجندي المجهول اللي بيدير حياة هاني شاكر الفنية والشخصية. هاني في كل لقاءاته كان بيقول دي مفيش زيها، وده اللي خلى استقرار بيتهم نموذج نادر